بفيديو اليوم رح يكون مميز غير عن الفيديوهات اللي تعودتوا عليها. اليوم رح ورجيكم كيف طبخت أكبر طبخة بحياتي. حضرت أكثر من 20 وجبة لإفطار الصائم. في أهل خير وكلوني بهي المهمة، الله يجزيهم الخير يا رب، وكتير انبسطت عن جد. فحبيت ورجيكم كيف طبخت هاي الطبخة وبالتفصيل. تابعوها معي وتعالوا نشوف طريقة التحضير. بصراحة كنت محتارة بين انه اعمل كبسة او رز بازاليا، بعدين لقيت انه بلشت البازاليا تنزل بالسوق وفي منها كتير ظريف، بس للأسف جتني وجبة ظريفة وما شاء الله بتشهي خضرة. هاي القرن منها ما شاء الله، هذا الكيس الشفاف. ووجبة مو ظريفة للأسف، قاسية وما فيها حلاوة. فأنا بالعادة ما بحب حط البازاليا المو ظريفة للرز البازاليا، اللي مو ظريفة بخليها لأكلات المرأة. بس هذا اللي صار معي، فبدنا نجود بالموجود. هلا شو رح اعمل؟ رح افصل البازاليا القاسيه، مثل ما شايفين هي قاسيه، بفصلها عن البازاليا الخضراء الظريفه. وهلا بنشوف كيف رح نطبخهم. بعد ما فصصت البازاليا بغسلها منيح، وهلا بدي فور عليها باكبر طنجره وعلى نار كتير عاليه. بحط كميه قليله من البازاليا مثل ما شايفين. انا ما بدي اسلقها سلق، بس تفوير، يعني بس تطلع رغوتها وتفور هيك، يعني تفوير. بحط عليها كاستين مي وتقريبا 3 معالق سكر. كترت السكر شوي لحتى تظهر لون خضار البازاليا وطعمتها تصير اطيب. وبحط كمان رشة ملح وبغطيها على نار كتير عالية. يا دوب دقيقتين 3 تقلب لها كم قلبة وتظهر الرغوة عليها مثل ما شايفين. بعدين بنصفيها فورا وبنشرها على صينية. بفردها بهي الطريقة، لأنه إذا ضلوا فوق بعضهم بيصفروا البازاليات، خصوصا إنه هاي بدي حطها على الوجه، فبدي إياها تم خضرة. وبكمل كل الكمية بنفس الطريقة. هلأ هون رح أكمل هدول الوجبة الطرية اللي عندي، بكملهم بنفس الطريقة. هيك خلصت من تفوير البازاليا. رح بلش بالرز. رح اعمل 5 كيلو رز. هون انا رح اخلط بين الرز البسمتي حبة طويلة والرز المصري القصير. تمام. ليش خلطت بيناتهم؟ لانه الرز البازاليا مو طيب يكون رز بسمتي لحاله، ما بيعطيها الطعمة الطيبة الأصلية. فلهيك رح أخلطهم. وكمان ما فينا نحط كل الكمية رز مصري، بدها تطلع الطبخة مخبوصة، خصوصا إنه رح نعمل كمية كبيرة. فأنا هون حطيتهم بوعتين، مشان لأنه بدي أطبخهم كمان بطنجرتين. هلأ رح أقلكن ليش. هون عيرتهم بالإبريق بدال الكاسة. أنا بالعادة بعير بالكاسة، بس اليوم عيرتهم بالإبريق، هيك بيصير أسهل العيار. هلأ بدي أغسلهم كتير منيح ل4 5 6 مرات لحتى تصير ميتهم كتير رايقة. بعدين بنقعهم بمي دافية لمدة ساعة. هلأ بطنجرة كبيرة حطيت معلقة كبيرة سمنة، ورح أقلي أول وجبة يلي هي البازاليا الطرية اللي بدي أحطها على الوش. ما بطول عليها بالتقليب، يا دوب دقيقتين 3 دقايق وخلص حاجتها، لأنه إذا طولنا عليها بتجعد البازاليا. هيك صارت جاهزة. بحطها بصينية كبيرة، بفردها كمان مشان ما تصفر. هلا هي خضرة بالحقيقة، بس بسبب الإضاءة عندي عم تعطي على صفار. بنفس الطنجرة رح أقلي اللحمة. حطيت كيلو لحمة مفرومة خشن على الماكينة. بقلبها مع معلقة ونص صغيرة فلفل أسود على نار عالية طبعا لحتى تبلش تستوي. وبس تنشف السوائل اللي فيها بضيف لها الملح، تقريبا معلقتين صغار ملح. هلا انا هون رح احط لحمه ناعمه لقلب الطبخه، ورح احط كمان لحمه خشنه على الوش. وبنفس الوقت اللحمه الخشنه بدي اخذ مرقتها لحتى اطبخ فيهم الرز ببازاليا. المرقه بتعطي نكهه غير شكل للرز ببازاليا. هون سلقتها من على السحور، حطيت لها بصله وكم حبه هيل. ما بحب كتر بهارات للحمه الخشنه، بس بصله وهيل، وبقش زفرتها طبعا قبل ما احط المطيبات. هيك اللحمة صارت عنا جاهزة. رح قيم نصها حطها مع البازاليا اللي بدي حطها على الوش، ونص الباقي بقلب الطبخة. هلأ هون عندي وجبة البازاليا التانية يلي قاسية شوي. حطيت معلقة سمنة ورح حطهم مع اللحمات. كمان هون هلأ رح قلبها لمدة 3 4 دقايق. هي لو قلبناها زيادة شوي ما بيأثر، لأنه هي بدي حطها بقلب الرز. تمام. وهيك تقريبا كل الطبخة صارت جاهزة معنا، بس بقيان انه نطبقها.
مثل ما قلت لكم انا رح وزع الطبخه على طنجرتين. ليش هيك عملت؟ هلا هي الطنجره الالمنيوم بتسع، بس اذا بدنا نحطهم كلياتهم بده يطلع الرز مخبوص لانه رح تطلع صغيره عليهم. فهي الشغله خدوها قاعده، باي طبخه رز بدكم تعملوها لازم تكون الطنجره اكبر بكتير من كميه الرز اللي انتم بدكم تعملوه. يعني مثلا طنجرتنا ب9 كيلو، بنطبخ فيها نص كيلو. طنجرتنا ب9 كيليين بنطبخ فيها كيلو واحد. هيك بيطلع معكم الرز ظريف ما له مخبوص وغير شكل. هلا هون طبعا حطيت نصبة الرز، حطيت لكل عيار رز عيار مي مع مرقة لحمة، يعني لكل بريق رز بريق مي، وخلطت مع مرقة اللحمة مي لأنه ما رح تكفي لحالها. ولكل كيلو رز بده معلقة كبيرة مليانة ملح. وحطيت بكل طنجرة معلقة كبيرة سمنة وشوية زيت نباتي. ما بدنا نكتر كتير زيت وسمنة بقلب نصبة الرز لأنه بيخلي الرز يطول حتى يستوي تمام. أول ما غلت عندي موية الرز كتير منيح النصبة، يعني نزلت الرز المنقوع بعد ما صفيته كتير منيح. بعملهم تحريكة وبغطي الطنجرة على نار عالية. هلأ هون نفس الشي بالطنجرة التانية، أول ما غلت مويتها كتير منيح كمان بنزل عليها كمية الرز يلي نقعتهم ومصفيتهم. كمان بغطيها على نار عالية لحتى تنشف موية الرز. أول ما نشفت عندي موية الرز بعملهم تقليبة. وهلأ بقى بدي أضيف عليهم كمية البازاليا القاسية شوي لحتى تستوي هي والرز مع بعض. هلأ أنا لو كانت البازاليا كلياتها طرية وظريفة ما بحطها نهائيا بهي المرحلة، لأنه متى ما تغطت البازاليا بالطنجرة بدها يتغير لونها إجباري يعني. بس هلأ هون اضطريت إني حطها لحتى تستوي ما تضل قاسية. هلأ بعملهم تقليبة وبغطيهم وبهدي النار على الأخير لحتى يتهدى الرز، يعني تقريبا بده ربع ساعة تقريبا. كمان نفس الشي للطنجرة التانية، خليت كمية بازاليا مع لحمة كمان بحركها وبغطيها وبهدي النار على الأخير لحتى تستوي. بهالوقت لبين ما يتهدى الرز رح اسكب اللبن بخيار بالزبادي. هلا انا ساويتها ما صورت كل التفاصيل لانه بصراحة خفت ما لحق يعني قبل اذان المغرب. حتى اعذروني ما في كتير ترتيب بالتصوير مثل العادة يعني. هيك كنت قلقانة انه ما خلص قبل الاذان، بس الحمد لله كلياته الطبخة كلياتها والسكب كلياته خلصتهم قبل الوقت، يعني قبل اذان المغرب بنص ساعة تقريبا الحمد لله. هلا بغطيهم وخلص هيك اللبنات صاروا جاهزين. وهيك أول طنجرة رز صارت جاهزة عندي. على فكرة الطنجرة الكبيرة بتسوي بسرعة أسرع من الطنجرة الأصغر لأنه الرز بيطبخ بعضه لما يكون كتير. هلأ على البارد بعد ما طفيت النار ضفت لهم زيت نباتي ونص قالب زبدة. الزبدة بتعطي كتير طعمة طيبة للرز على البارد، أو إذا متوفر عندكم السمن الحيواني كمان بيعطي طعمة كتير طيبة على البارد للرز بازاليا للرز بفول. هيك طبختنا صارت جاهزة وهلأ صار وقت السكب. الحمد لله كنت قلقانة كتير انه يطلع الرز خصوصا بالطنجرة الكبيرة انه يطلع مخبوص شوي لانه كمية كتيرة، بس الحمد لله طلع بشهي وصدقا ريحته عن جد تاخد العقل. شايفين ما شاء الله الرز مفلفل وبشهي ما شاء الله. هلا بالنسبة للصحون نحنا ما حطينا صحون قياس صغير يعني لوجبة شخص، لا كل الصحون اللي عندي كانت قياس وسط وقياس الكبير. قياس الوسط تقريبا لشخصين والقياس الكبير ل3 أشخاص. هلا رح أبلش بالسكب وبالتجليل. أول شي حطيت بازاليا الطرية، وبعدين حطيت فوقها اللحمة الخشنة، وبعدين جللت باللوز. طبعا زوجي ساعدني الله يعطيه العافية يا رب، والله يجزيهم الخير يلي شاركوا بهاي المبادرة. وكتير كتير كنت مبسوطة، وخصوصا لما الناس قالوا لي يعني كل الناس اللي أكلوا الأكل قالوا إنه كتير طيب. الحمد لله رب العالمين وخلصت بالوقت المطلوب. وبس هيك حبيت شارككم بهي التجربة. بتمنى إنه تكون الفيديو عجبكم، يكون مفيد بالنسبة لكم للناس اللي حابين يعملوا مثل هيك فكرة
ممكن تقدروا تعملوها بالبيت بدون معدات مطاعم، بدون طناجر كبيرة، بتقدروا تعملوا هيك شي ببيوتكم. هذا هو فيديو اليوم، بتمنى انه يكون عجبكم. بشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.